وده اكتر موبايل اقتصادي لو بتدور على حاجه في الفئه الاقتصاديه تناسب سعرك وفي نفس الوقت ما تخسرش فلوسك. في سلسله الريدمي نوت 14 جايب لك منها نسخه ال4 جي، وده افضل موبايل يعتبر في الفئه الاقتصاديه عموما جابه لك في الفيديو ده، لانك هتاخد معالج محترم مع شاشه لا يعلى عليها في الفئه السعريه دي، وكمان بتصميم وخامات ينافس الموبايلات اللي في الفئه المتوسطه او الفلاج شيب مثلا. والافضل من ده كله انه جاي ضمان محلي، يعني مصنوع هنا في مصر. فعايزك تجهز مشروبك وتيجي تشوف الفيديو ده، لان ده يعتبر فيه افضل موبايل في الفئه الاقتصاديه حرفيا. وبدايه ما تنساش لايكك وسبسكرايبك، لان دي احصائيه بتقول ان 98% من الناس اللي بيشوفوا الفيديوهات مش مشتركين في القناه. فاشترك في القناه وفعل الجرس علشان تشوف الفيديوهات الجايه اول باول. كمان لو عايز نتكلم عن موبايل معين في الفتره الجايه فاكتب لي اسمه تحت في الكومنتات وان شاء الله هعمل عنه فيديو. الريدمي نوت 14 4 جي السنه دي جاي مختلف شويه عن الريدمي نوت 13. هو مش اختلاف كبير بس مقارنه بسعره بصراحه فلا يعتبر اختلاف كبير، وده لان عندك تصميم جايب خامات بلاستيك مطفي، وكمان الفريم بتاعه بلاستيك وجاي مسطح، وشكله من بعيد كده فاول ما تشوفه تقول ده موبايل من الفئه المتوسطه مثلا. وفي نفس الوقت التصميم ما يحسسكش انه موبايل اقتصادي، وجايب شهاده حمايه الاي بي 54، وده اللي هيقاوم معاك شويه في طرطشه الميه وغبار الجو والكلام اللي عارفينه ده كله. بس المقاومه هنا مش افضل حاجه، لان عندك منفذ ال 3.5 مللي الخاص بسماعات الاذن، فمقاومه الحمايه بتاعته ما تعتمدش عليها بشكل كبير، وده اصلا ميزه من ناحيه منفذ 3.5 مللي الخاص بسماعات الاذن، لان اغلب الموبايلات اللي نازله في الفئه دي ما فيهاش المنفذ ده خالص. لما تسيبنا من التصميم وتروح للشاشه هتلاقي فعلا شاشه محترمه، وده بسبب انها جايه 6.67 انش. في نفس الوقت هتاخد الوان مشبعه بسبب انها جايه اموليد وبدقه الفول اتش دي بلس، فهتاخد رؤيه الوان مريحه لعينك اذا كنت بتتفرج بقى على افلام او مسلسلات او بتتفرج على اي حاجه عموما، او في استخدامك للموبايل عادي مش هتواجه مشاكل مع الشاشه دي. ده غير ان الموبايل اصلا جاي بريفرش 120 هرتز. ال 120 هرتز دلوقتي بنشوفها في الفئه المتوسطه من بعد ال 14 او 15000 جنيه، فان شاشه موبايل زي دي تكون اموليد و120 هرتز وفول اتش دي بلس فلا بصراحه دي يعتبر افضل شاشه تاخدها في الفئه السعريه دي. يسيبوا لك بقى كده الشاشه جايه من غير حمايه، يقول لك لا يا معلم احنا حاطين لك هنا كمان طبقه حمايه من كورنينج جوريلا جلاس الجيل الخامس، فاحنا مضحيين عشان فواخد افضل شاشه في الفئه السعريه دي ومش سايبينها لك كده، لا ده عليها طبقه حمايه كمان. نسيبنا بقى من الشاشه ونتكلم عن المعالج اللي فيه تطور ملحوظ عن الجيل اللي فات الريدمي نوت 13. المعالج ده جاي من ميديا تك الهيليو جي 99 الترا، كمان مع واجهه هايبر او اس، ودي اللي اختلفت برضه عن الجيل اللي فات، هتخليك تاخد اداء من الموبايل عموما سلس وما فيهوش اي صعوبه في التنقل ما بين ابلكيشن وابلكيشن، والمشاكل اللي كانت موجوده في واجهه الريدمي نوت 13 فغالبا مش هتشوفها في واجهه الريدمي نوت 14. وده يرجع طبعا للمعالج وواجهه الهايبر او اس، ده بجانب ان الشاشه 120 هرتز فانت واخد سلاسه من كل ناحيه حرفيا. نسيب بقى المعالج شويه وهنرجع له تاني، بس نشوف بقى المواصفات، وبرضه انا هرجع للمعالج علشان اقول لك بقى لو انت مهتم بالالعاب والكلام ده كله فهعرفك الدنيا ماشيه ازاي فيها. كمان لو انت حيران في موبايل وعايز تشتري موبايل سعره يتراوح ما بين ال 7000 جنيه لحد 30000 جنيه فما تقلقش، برضه انا عامل لك فيديو عن الموضوع ده، هكون سايب لك هنا الفيديو بتاعه في الاي اللي فوق. المهم ادخل شوف الفيديو وقول لي ايه الموبايل اللي كان مناسب سعرك وعرفني رايك برضه تحت في الكومنتات. لما نروح للسماعات هتلاقيها جايه ستيريو، وهتلاقيها برضه افضل من الجيل اللي فات بشويه حلوين، هم صراحه ماشيين في تطور من كل ناحيه في الجيل ده، فدي حاجه كويسه. وكمان لما تعرف سعره في الاخر فهتعرف ان كل اللي احنا بنتكلم عليه ده فعلا يستحق سعر الموبايل. السماعات هنا ستيريو، هتاخد صوت مجسم صوت محيطي، كمان لو بتلعب العاب فهتعرف بقى الاصوات اللي جايه يمين والاصوات اللي جايه شمال لو بتلعب لعبه زي ببجي، فهتاخد تجربه صوتيه عموما في الموبايل ده مش هتشوفها في موبايل تاني، ولا بقى تقول لي ايه 15 ولا ايه 16 ولا ايه 25. انا بتكلم من ناحيه الصوت ان كل الموبايلات دي جايه بصوت مونو، لكن هنا الموبايل ده جاي بالصوت الاستيريو. كمان البطاريه هنا فيها تطور بنسبه كبيره. بطاريه الجيل اللي فات لو فاكرين كانت 5000 ملي امبير بتاعه الريدمي نوت 13، لكن البطاريه بتاعه الريدمي نوت 14 جايه هنا 5500 ملي امبير اور مع سرعه شحن 33 واط، ودي سرعه شحن تحترم. مش عايز اتكلم عن شركات تاني لسه 25 واط، ولسه في شركات الله اعلم ده في شركات تاني 18 لسه 33 واط في السعر ده، لا حاجه ممتازه. و5500 ملي امبير يا باشا انت تشحن الموبايل مره واحده في اليوم وتعيش بقى يومك كله، عيش مش عايز تفكر في شحن الموبايل باقي اليوم حتى لو استخدامك تقيل يعني. ده غير ان المعالج اصلا 6 نانو، فالمعالج كمان موفر معاك في الطاقه شويه حلوين، فالموضوع هيكون مجزي معاك لو انت بتستخدم الموبايل كتير، اذا كان استخدامك خفيف بقى او متوسط او حتى تقيل، او لو بتلعب العاب كتير برضه فالبطاريه دي مش هتجيب معاها مشاكل لانها تعتبر اعلى بطاريه في الفئه السعريه دي. مش معنى ان الموبايل هنا جاي في الفئه الاقتصاديه فتقول لي بس كده انت عندك هنا البصمه جاي في زر الباور، اقول لك لا يا معلم بالعكس جاي تحت الشاشه. ايوه من تحت، مالك مستغرب ليه؟ ده موبايل فئه اقتصاديه، انا استغربت زيك برضه لما عرفت. وفي الريدمي نوت 13 برضه كان جاي تحت الشاشه مع انه موبايل برضه كان في الفئه الاقتصاديه، بس هي دايما شاومي بتحب الضحيه. فعموما اداء البصمه سريع وبتستجيب بسرعه ومش هتواجه معاها اي مشاكل، مش هتعلق معاك تعليقات رخمه وانت بتفتح ما تفتحش او تحس انها مش بصمتك والحوارات دي يعني. مش بس البصمه تحت الشاشه، ده انت كمان عندك مايك عزل للدوشه علشان باجي لو بتكلم حد الطرف الثاني يسمعك من غير دوشه والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. وفي نفس الوقت عندك الاي ار بلاستر اللي هو المستشعر اللي تقدر تتحكم من خلاله في الاجهزه الالكترونيه من غير ريموت، بيخليك تستخدم
الموبايل كريموت من الاخر. عندك بقى المستشعرات اللي انت تحتاجها، التسارع والقرب والبوصله، وكمان لو انت بتلعب كتير فانت كده عارف اهميه الجيروسكوب، فالجيروسكوب موجود برضه. لكن للاسف بس انت عندك مستشعر التقارب هو اللي جاي سوفت وير، لكن الباقيين كلهم جايين هاردوير، فهو مش هاردوير، فهتلاقيه شغال معاك بس مش بافضل اداء. من ناحيه الشبكات بقى الواي فاي والداتا عموما والكلام ده كله، فعندك الشبكات هنا هتلاقيها اقوى من شركه زي شركه سامسونج مثلا. هي مش اقوى حاجه بس عموما هي تتفوق على سامسونج. نسيب بقى كل اللي احنا عارفينه ده ونتكلم عن حاجه مهمه في الديزاين، وهي الكاميرات اللي انا ما توقعتش ان انا اشوف فيها كميه الميجا بيكسلز دي كلها. ده للعلم كانت يعتبر نفس المجال بتاعت الريدمي نوت 13 4G، بس الاختلاف هنا ان انا ما توقعتش انهم يحطوا لك الميجا بيكسلز دي كلها حتى بعد رفع الاسعار، وبرغم كده برضو الموبايل جاي بسعر كويس جدا. المهم هتلاقي عندك 3 كاميرات خلفيه، الكاميرا الاساسيه والكاميرا الماكرو والكاميرا الخاصه بالبورتريه. الكاميرا الاساسيه هتلاقيها عندك جايه 108 ميجا بكسل، وده برضو رقم مش قليل، هتاخد منها كميه تفاصيل كتير، ودي جايه فتحه عدسه اف 1.7. والكاميرا اللي بعدها على طول هتلاقيها 2 ميجا بكسل، ودي الكاميرا الخاصه بالماكرو، ودي هتلاقي تفاصيل فيها مش افضل حاجه بس هتديك صور مقارنه بالسعر اللي جاي في الموبايل، ودي جايه فتحه عدسه اف 2.4. والكاميرا الاخيره بقى واللي هي الخاصه بالبورتريه برضو جايه فتحه عدسه اف 2.4، وهتاخد منها صور كويسه جدا. هي للاسف ما فيهاش دلوقتي حوارات ال 2 اكس و 3 اكس، لا هي شغاله ب 1 اكس بس ده ما يمنعش برضو ان في الاول وفي الاخر ده موبايل فئه اقتصاديه. وعموما كاداء عام انت تاخد صور كويسه كميجا بكسل، لكن كالوان هتحس انها محتاجه شويه اديت بقى وبتاع والحوارات دي. وما انصحكش انك تتصور بيها في الاضاءه الضعيفه، يعني لو في اضاءه شمس هتكون افضل بكتير، او تكون في مصدر اضاءه عالي هتكون برضو الوضع مختلف شويه عن لما يكون مفيش اضاءه اصلا. الكاميرا الاماميه برضو تقدر تاخد منها صور سيلفي مجزيه برضو معاك جدا، لكن هقول لك برضو ما تتصورش بيها في الاضاءه الضعيفه، ويفضل انك تتصور بيها تحت مصدر اضاءه قوي. ودي جايه معاك 20 ميجا بكسل وفتحه العدسه اف 2.2، هتديك صور مليانه تفاصيل خاصه لو في الاضاءه القويه. من ناحيه تصوير الفيديو بقى لو انت بتحب تصور فيديوهات كتير، فهتلاقي الموبايل ده بيصور معاك اخره 1080 او الفول اتش دي بيوصل معاك ل 60 فريم، وده اذا كان في الكاميرا الخلفيه او حتى الكاميرا الاماميه. واللي هتلاقيه اتطور هنا من ناحيه تصوير الفيديو وهو الثبات، هتلاقي الموضوع بتاع الثبات ده اتحسن كتير عن الريدمي نوت 13. انا مش هقعد كل شويه اقول لك ريدمي نوت 13 انا كده كنت عامل فيديو كامل عن الريدمي نوت 13. لو انت برضو بتفكر في الموبايل ده، هو مش عارف لسه موجود في السوق ولا لا، بس هو غالبا يعني بيودع السوق خلاص، فهسيب لك الفيديو بتاع هنا في الاي اللي فوق، ما اعرفش هنا ولا هنا، المهم يعني تقدر تدخل تشوفه. هتقول لي يعني انت كل اللي انت قلته ده تمام ومفيش فيه مشكله، بس عايز تقنعني برضو ان الموبايل ما فيهوش عيوب. اقول لك لا يا معلم، الموبايل للاسف فيه عيوب، بس عيوب ضئيله، يعني مش العيوب اللي تخليك فور ما تشوفها تقول بس مش هشتري الموبايل، لا عادي، عيوب عاديه ممكن تتقبلها وتتعايش الوضع عادي جدا. اولا مثلا انت عندك مستشعر التقارب اللي جاي سوفت وير، ده يعتبر من ضمن العيوب. كمان عندك ان مفيش كاميرا الترا وايد، لو انت بتحب تصور كتير الترا وايد فللاسف ما عندكش هنا تصوير الترا وايد، لانك ما عندكش الكاميرا اصلا، فما عندكش تصوير الترا وايد عموما. ودي كانوا شالوها مش من الريدمي نوت 13، لا هي كانت موجوده في الريدمي نوت 12 وبعد كده شالوها من الريدمي نوت 13، فهي حاليا ولا كانت موجوده هنا ولا برضه موجوده في الريدمي نوت 13. وكمان الموبايل جايب اصدار اندرويد 14 مش الاندرويد 15 زي ما كل الموبايلات نازله، فدي انا ما اعرفش انت ممكن تحسبها عيب او تحسبها ميزه، بس هو كان هيبقى افضل بكتير لو كان نزل بالاندرويد 15 يعني كسوفت وير ومميزات اكتر والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. ورابع عيب ان الموبايل ما فيهوش ان اف سي، وده في النسخه المصريه بس، انا ما اعرفش يعني كل الدنيا بره شغاله عادي بالان اف سي، لكن انت عندك في مصر شالوا الان اف سي، ما اعرفش ده سببه ايه، بس لو انت يهمك الان اف سي فهو للاسف مش موجود في الموبايل ده. تقدر تشوفه في موبايل تاني، ده انت عندك الاي 16 والاي 15 اللي ارخص منه يمكن شويه حلوين، الموبايلات جايه فيها ان اف سي عادي، لكن ده ما فيهوش. عموما لو انت مش بتستخدم الان اف سي اصلا فمش هيفرق معاك الموضوع ده. هتقول لي مثلا طب لو انا معايا الريدمي نوت 13 وعايز اجدد، هل الموضوع ده يستحق ان انا اغير من الريدمي نوت 13 للريدمي نوت 14؟ فاقول لك ان الموضوع مش مستاهل بدرجه كبيره يعني، لا انت خليك معاك قاعد الريدمي نوت 13 واستنى كده اصدار تاني ولا حاجه لما ينزل، كده هيكون في فرق كبير في المميزات او في المواصفات ككل، هتلاقي الموضوع مختلف، فهتقدر ساعتها انك تحدث. وهنا نرجع للمعالج تاني وهكلمك هنا اكتر عن الالعاب، وده لو انت شخص جيمر يعني فهتتبسط من الحته الجايه دي. طبعا هنتكلم عن لعبه ببجي لان ده اللي هيحدد لنا هل المعالج بيلعب الالعاب كويس ولا لا. فانت عندك ببجي موبايل هنا بتلعب بال 40 فريم، بتلعب معاك سموز وبالانسد على 40 فريم، ولما تعلى الاعلى من البالانسد هتلاقيها وصلت لل 30 فريم. فعموما ال 40 فريم هنا اللي هتاخدهم من السموز او بالانسد هتلاقيهم افضل بكتير عن الريدمي نوت 13، وده لان المعالج هنا الهيليو جي 99 الترا اقوى شويه من المعالج بتاع الريدمي نوت 13، فتقدر تقول انك هتاخد نفس الفريمات ال 40 فريم بس هتلاقيهم سلسين معاك شويه. فمن الاخر ايه فعلا اللي يستحق انك تشتري الموبايل ده عشانه؟ هقول لك كده كام حاجه وانت احكم بنفسك. اول حاجه انك عندك شاشه ممتازه ما فيهاش تقصير اطلاقا، شاشه اموليد فول اتش دي بلس 120 هرتز وكمان على طبقه حمايه، فالشاشه ما فيهاش اي تضحيه خالص. كمان عندك صوت ستيريو عالي متجسم، تقدر تاخد تجربه صوت كويسه، ومعالج باداء افضل بشويه حلوين عن الجيل اللي فات الريدمي نوت 13، وبطاريه افضل بشويتين ثلاثه حلوين برضو عن الجيل اللي فات، ده انت عندك هنا 5500 ملي امبير، فمش هتفكر في شحن الموبايل كتير اصلا. والبصمه تحت الشاشه، مش معنى ان الموبايل اقتصادي فالبصمه تيجي في الباور والحوارات اللي احنا عارفينها دي كلها، لا البصمه جايه تحت الشاشه عادي جدا. والموبايل جاي بيدعم الاي ار بلاستر اللي قلنا بنتحكم من خلاله
في الاجهزه الالكترونيه اللي بتحتاج للريموت يعني، وكمان في جاي منفذ 3.5 مللي او مدخل 3.5 مللي اللي شركات كتير استغنت عنه في الفئه السعريه دي، وكاميرات ادائها كويس مقارنه بسعر الموبايل اذا كان من الكاميرا الخلفيه او الكاميرا الاماميه. والعلبه جايه اخيرا جايه كامله متكامله فيها كل حاجه حرفيا، وانا هنا بتكلم تحديدا عن وجود الشحن والجراب، ففعلا الموبايل فيه كل حاجه وبسعر زي ده فانت مش هتدفع عليه جنيه زياده. والموبايل عندك منه 4 الوان، الاسود وده لون فخم بصراحه، والبنفسجي والاخضر والازرق. والازرق كده كاتم وشاكه، فانت عموما معاك 4 خيارات تقدر تختار منهم اللون اللي انت حابه. لحد هنا لو انت عايز نقارن لك الموبايل ده مع موبايلات تانية من نفس الفئه زي مثلا A16 او A25، فعرضنا في الكومنتات انك عايز مقارنه زي دي وعامل الفيديو ده قريب عشان نشوف فعلا مين يكسب، يعني هل الريدمي نوت 14 افضل من A25 ولا العكس. فهنشوف ده كله لو فعلا انت محتاج فيديو زي ده. دلوقتي هقول لك الاسعار باربع عملات، العمله المصريه والريال والدرهم وكمان الدولار، عشان لو انت موجود في اي دوله تاني انا ما قلتش العمله بتاعتها تقدر تاخد السعر بالدولار وتحسبه على حسب سعر العمله بتاعتك وتشوف سعر الموبايل هيكون كام عندك. ده لان سعر الموبايل بالدولار غالبا بيكون هو المعتمد عليه في اي دوله. فاولا انت عندك الموبايل هنا جاي في مصر تصنيع محلي، يعني ما عليهوش اي رسوم او اي ضرائب، وعندك منه 3 نسخ. النسخه الاولى اللي هي ال 128 و6 رام ودي جايه بسعر 9000 جنيه، وانا متاكد انك استغربت السعر شويه على كل المواصفات والمميزات اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي. وكمان عندك نسخه ال 128 مع 8 رام ودي بسعر 9500 جنيه، وعندك النسخه الاخيره ال 256 مع 8 رام ودي بسعر 10000 جنيه. يعتبر الفرق بين نسخه ونسخه 500 جنيه بس مش اكتر. ما تنساش برضو ان العلب بتاعتهم متكامله، يعني مش هتحتاج تشتري اي اكسسوارات من بره. نتكلم بقى عن سعر الموبايل في السعوديه، وانت عندك هنا منه نسخه واحده ال 256 مع 8 رام ودي جايه بسعر 750 ريال، وفي الامارات برضو للنسخه ال 256 و8 رام ودي جايه ب 680 درهم. اما اخيرا السعر بالدولار لنسخه ال 128 و6 رام ودي جايه ب 175 دولار، والنسخه الثانيه اللي هي ال 128 و8 رام ودي جايه ب 185 دولار، والنسخه الاخيره ال 256 و8 رام ودي جايه ب 230 دولار. فلحد دلوقتي انا عايزك تكتب لي تحت في الكومنتات دلوقتي هل المواصفات اللي احنا اتكلمنا عنها دي كلها وكل المميزات وكل العيوب، هل الموبايل فعلا يستحق السعر ده ولا ما يستحقش وشايف ان في موبايلات تانية افضل منه؟ يعني عرفنا رايك ومهما كان اكيد رايك يحترم، وبرضه ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان في فيديوهات كتير الفتره الجايه ان شاء الله تعجبك، واكتب لي ترشيحاتك تحت اي موبايل او اي مقارنه او اي حاجه انت عايزك تكتبها لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله هعمل عنها فيديو مخصوص، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.